ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفيني، انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش الكومنت القمر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. في البداية بقى الفيديو ده يعني انا حاولت ان انا الخص لكم شوية حاجات كده هتفيدكم ان شاء الله. ادوني ثانية واحدة، معلش ثانية واحدة. عملت لكم افكار لوجبات اقتصاديه يا ولاد، والله العظيم هتتبسطوا في الفيديو ده قوي قوي قوي. ناس كتير بتبقى عندها حاجات في البيت مثلا من رمضان ومش عارفه تصرف نفسها ازاي. زي ايه يا ياسمين؟ زي التمر. ناس كتير فايض عندها تمر من رمضان، وتمر بكميات كبيره جدا ومش عارفين يعملوا بيه ايه. خصوصا يا بنات ان التمر بيسوس بسرعه جدا جدا، حتى لو حفظتيه في التلاجة، حتى لو عملتي فيه ايه بيربي يا بنات سوس وحاجات كده لونها بني من جوه. فانا جبت لكم كده كام شويه افكار كده للتمر. لا، وفي افكار تانية برضو، بس انا هنبتدي بالتمر الاول. اول حاجه هنعمل كيك التمر. ايه ده؟ كيك التمر؟ طب مش تصبروا على رزقكم شويه؟ هتعرفوا ان كيك التمر ده حلو ومغذي وبديل للسكر وطعمه خطير. اول حاجة هتجيبي كوبايتين من الدقيق، عليهم 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، نص كوباية من الحليب، نص كوباية من الزيت، عندنا 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، عندنا كيسين فانيليا. هتجيبي نص كوباية من البلح المنقوع. هتجيبي البلح تفصصيه وتحطيه في مية سخنة وتسيبيه مثلا 6-7 ساعات كده، او 3-4 ساعات كده يتنزل السكر بتاعه. وبعد كده تقومي ايه واخداه حاطه كل المكونات دي في الخلاط، معاها ربع كوبايه من الزيت، وتضربيهم كويس جدا جدا. وبعد كده تجيبي صينيه كده مدوره حلوه كده، او صينيه الانجليش كيك وتكون افضل بكتير. تدهنيها دهنه كده زيت او سمنه وتعفريها بالدقيق، وتحطيها في فرن ساخن مسبق قبليها ب10 دقايق كده، تكوني مسخنه الفرن. وتسيبي الكيك ده لمده من 20-30 دقيقه، وتطلعي تسيبيه يبرد وتقطعيه. بديل ممتاز للسكر. الكيك ده مش هنحط له ولا نقطة سكر، نص كوباية البلح كفيلة ان هي تغنينا عن السكر اللي هو مضر جدا جدا وما بيفيدش الاطفال. دي اول وصفة. تاني وصفة ايس كريم التمر. ايه ده؟ حتى التمر يا ياسين بتعملي منه ايس كريم؟ بنعمل منه احلى ايس كريم. بصوا بقى هتعملوا ايه. هتجيبي كوبايتين من الحليب، عليهم 3 معالق من النشا، وتقلبي الكلام ده كله على البارد وتحطيهم على النار. هنعمل يا بنات مهلبية، بس المهلبية مش هنحط فيها نشا خالص، سوري سكر خالص. هتجيبي نص كوباية من التمر المنقوع هو وتضربيه كويس في الخلاط، وتصفيه وتنعميه كويس جدا عشان القشر والكلام ده كله. وتجيبيه وتحطيه على الخليط ده مع كيس من الفانيليا، وتقلبيه كويس جدا جدا. وتجيبي علبة تلاجة نظيفة وناشفة وتصب الخليط ده فيها. وبعد كده تحطيه في التلاجة تسيبيه يجمد مش اقل من ليلة كاملة، وهتاكلي احلى ايس كريم. ولا كريم شانتيه ولا الكلام ده كله، لا. هما كوبايتين اللبن على 3 معالق اللي هتسيبيهم يتقلوا شويه، يخليهم تقال، فاهمين قصدي؟ ما تخليهمش خفيفه ميه، لا، خلي الصوص او المهلبيه او البودنج تقيل جدا. وضيفي عليهم نص كوبايه البلح المنقوع ده، ويكون متصفي كويس جدا. وبعد كده تاكلي ايس كريم مش قادره اقول لكم عامل ازاي، خطير. تالت حاجة ممكن تعمليها بالتمر عصير الموز بالتمر بالشوكليت. انا ساعات كنت بحط في رمضان عملت في رمضان العصير ده اكتر من 12 يوم في رمضان. كنت معتمدة العصير ده لان عندي طفل يعني صغير 8 سنين بيصوم، فانا كنت عايزة اديله حاجات فيها باور عشان يقدر على الصيام وكده. انتوا عارفين كان الصيام طويل، وطفل صغير لسه بتعوديه على الصيام، فانت محتاجة تديله حاجات تمده بالطاقة. هتجيبي 3 موزات كبار، هتحطي عليهم 4 أو 5 أو 6 بلحات كده. وبعد كده هتحطي عليهم معلقة صغننة من الكاكاو الغير محلى اللي هو الدارك.
وهتضربيهم في الخلاط مع كوباية من الحليب وكوباية من المية، وبصوا على الطعم اللذيذ اللي ممكن تلاقيه. ويا سلام بقى لو كيس فانيليا بقى في النص، يا سلام، هيبقى احلى سموذي، احلى بودنج. بص خطير يعني، هتاكلي يعني هتشربي احلى عصير موز بالتمر بالشوكليت، مش قادره اقول لكم عامل ازاي. وبيدي طاقه حلوه قوي. الناس اللي عندها اطفال في دراسه او في ثانويه عامه وعندهم قله تركيز ودايما بيحسوا كده بهبطان وعايزين حاجه مسكره، كوبايه العصير دي كفيله ان هي تديهم طاقه وتزود لهم التركيز، مش قادره اقول لكم، وتخليهم شبعانين فتره طويله جدا. تعالوا نخش بقى الاكلات بالبتنجان. ناس كتير طلبت مني اكلات وحاجات بالبتنجان. هقولك على وصفة انا عرضتها عليكم في القناة وهعيدها تاني لان الوصفة دي بجد خطيرة. هتجيبي حبايتين من البتنجان تشويهم على النار، على عين البوتاجاز، تقشريهم وتهرسيهم كويس جدا. هتكسري عليهم بعد ما البتنجان يبرد تماما، هتكسري عليه بيضة، 3 معالق كبار من الدقيق. اللهم صل على النبي. هتحطي خضرة، كزبرة خضرة، وهتحطي فلفل قطعيه صغنن خالص، بصل ابشريه كويس جدا جدا، وهتضيف وكمان كام قرن فلفل كده، وتعجني الكلام ده كله في بعضه، وتبلي ايدك بالزيت، وتبتدي تصبعي الكفتة دي اللي هي كفتة البتنجان. هاتي صينية دهنيها دهنة زيت وترصي كده الكفتة فيها، حطيها الأول في الفريزر تجمد شوية تمسك نفسها شوية، ودخليها على الفرن. هتاكلي أحلى كباب بالبتنجان. وممكن كمان الخلطة دي تستخدميها ان انت تعملي برجر البتنجان. قرصي البتنجان على شكل دواير وحطيهم في يعني في مسحة كده من الزيت او في الفرن كده يتشووا، واعملي سندوتشات يعني برجر بالبتنجان، حلوة قوي قوي وبديل كويس للحوم. لو الناس مثلا في ناس فيجيتيريال ما بياكلوش مثلا لحوم وكده، هنقدر ننوع لهم في الوصفات دي. كمان تقدري تعملي وصفة تانية حلوة قوي. هتجيبي 2 بتنجانة، هتقطعيهم مكعبات صغيرة، هتشوحيهم كويس جدا جدا مع معلقتين 3 من الزيت، هتشيليهم على جنب. هتجيبي بصلاية تقطعيها صغنن قوي، فلفل تقطعيه صغنن قوي، كام مكعبات من الطماطم كده، وتقلبي الكلام ده كله كويس جدا مع بعضه. هترجعي تاني البتنجان في الطاسة وتحطي عليهم نص كوباية من المية، تسيبيهم ياخدوا ويدوا مع بعض مع شوية البهارات بتاعتك. وبعد كده تجيبي 3 أو 4 بيضات تكسريهم، تمام. وبعد كده تجيبي شوية من الجبن، هاتي جبنة رومي، جبنة موتزاريلا كده، رشة كده بسيطة من على الوش، وغطي الكلام ده يعني غطي الطاسة، وسيبيهم كده يستوي 10 دقايق على البخار بتاع الطاسة. يا خبر أبيض، وجبة كاملة متكاملة، فيها البيض، فيها البتنجان اللي هو عبارة عن قنبلة من الحديد، فيها الخضار، يعني عندك بروتين خضار حديد. مش قادرة اقول لكم وجبة كاملة متكاملة، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع غدا، تنفع لجوع اخر الليل. بجد وجبة خطيرة جدا وهتوفر لك جامد في الزيت. تعالوا بقى بينا نعمل حاجة برضو بنجيبها غالية قوي 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 في السوبر ماركت، مع ان احنا ممكن نعملها في البيت رخيصة جدا جدا. الجبنة الرومي. ايه ده بجد يا ياسمين هتعمل لنا جبنة رومي؟ ايوه، يعني هنحاول على قد ما نقدر نحول 8 كيلو جبنة رومي لحوالي نص كيلو جبنة رومي او كيلو الا ربع جبنة رومي. ازاي يا ياسمين؟ هتجيبي حبة بطاطس كده كبيرة على قد كف ايدك، حبة بطاطساية كبيرة كده محترمة، قطعيها مكعبات وحطي نص كوباية مية واسلقيهم كويس جدا جدا. بعد كده عايزاكي تجيبي كوباية من الحليب، تمام، وتضيفي عليهم البطاطس دي بعد ما تبرد، وبعد كده تضربيهم ضربة كويسة جدا في الخلاط، وتجيبي المصفى الضيقة وتقعدي تصفي الكلام ده كله. انا عايزة بيوريه ناعم جدا جدا جدا. بعد كده هترجعي البيوري ده تاني على النار، وتحطي 3 معالق من النشا وتقلبيها كويس جدا جدا، وتضيفي 8 كيلو جبنة رومي، او في دايما في السوبر ماركت بيبيعوا الجبنة الرومي اللي هي المبشورة اللي هي الكسر، هاتيها. الكيلو عامل 100 جنيه في هايبر القدس. هاتيلك التمن عامل الربع 25، التمن عامل 12 جنيه ونص، هاتيلك ب 15 جنيه يا ستي جبنة رومي، وفتتيها كده وكسريها وقلبيها على الخليط وهو على النار، وضيفي لون اصفر عشان عايزين بقى لون الجبنه الرومي، ماشي، وكم كده يعني حبه صغننين في ايدك كده فلفل اسود حب،
وقلبي الكلام ده كله كويس قوي على نار هاديه جدا شمعه، وايدك ما تسيبش الخليط ده، افضلي قلبي فيه لحد لما يتقل جدا ويبقى عامل زي العجينه كده، كانك عملتي عجينه بلح الشام. عارفين عجينه بلح الشام؟ نفس الفكره. هتجيبي بعد كده قالب ادهنيه دهنه من الزيت، تمام، وممكن تزودي مثلا كام قطعه من الزبده او السمنه، يعني مثلا حوالي قطعتين او معلقتين زبده او معلقتين سمنه على الجبنه الرومي وهي بتتعمل على النار. وبعد كده حطيهم ادهني القالب وسويه وسيبيه ليله كامله في التلاجة وطلعيه وقطعيه، هيديكي احلى جبنه رومي من 8 كيلو. هتعملي قالب كده حلو كده مدور يكفيك ان شاء الله. ينفع في سندوتشات المدرسه، ينفع في مثلا في سندوتشات النادي، جوع اخر الليل، في الفطار، في كل حاجه. ودي طريقه الجبنه الرومي ان شاء الله تعجبكم. لو عندك بقى بواقي كيك ونشف، ولادك بقى غضبوا عليه، طراطيف الكيك الولاد ما بيرضوش مثلا ياكلوها، كيكه نشفت منك او مثلا باظت منك، ما طلعت مش مثلا منفوشه وحلوه كده وهشه، طلعت هبطانه، هتجيبيها هتقطعيها تفرميها كويس جدا جدا. وبعد كده هتعملي البودنج بتاع الشوكولاته اللي هو عباره عن كوبايتين من الحليب، معلقتين كبار من الكاكاو، 3 معالق من النشا، كيسين فانيليا، ولو عندك مثلا نسكافيه حطي معلقه صغننه كده قهوه او نسكافيه عشان نعزز له طعم القهوه. وطبعا انا ما بتكلمش عن النسكافيه المقطع، انا عن نفسي بستخدم مصر كافيه، بس هي كلمه دايما على لساني لان احنا اتعودنا ان ده اسمه نسكافيه، لكن انا بستخدم مصر كافيه، ده للمعلومه فقط لا غير. وبعد كده تقلبيه كويس جدا على النار. تجيبي بقى الكاسات بتاعتك او تجيبي مثلا صينيه بايركس، هتحطي طبقه من الكيك، عليها طبقه من البودنج الشوكولاته، من فوقيها طبقه من الكيك، عليها طبقه من البودنج من الشوكولاته. وبعد كده هتعملي صوص كده الشوكليت كده خفيف، عباره عن كوبايه من الحليب، هتحطي عليها ربع كوبايه من الكاكاو الخام، عليها كوبايه من الزيت، وتعملي كل الكلام ده كويس جدا في الخلاط لحد ما يتقل، وعليه كيس فانيليا، وعليه كوبايه من السكر. وبعد كده خدي الخليط ده ادهني بالوش للتزيين، وهتاكلي احلى جاتو بارد. مش قادره اقول لكم طعمه خطير ازاي، من كيكه هبطانه وبايظه وفاشله لاحلى جاتو ممكن تعمليه وهيعجب العيله كلها. تعالوا بقى بصوا ياسمين القمر الشطور عملت ايه. بصوا ده انتاجي على فكره. ترارارا، الفطير الشرقي. لولي ياسمين الأمور عملت الفطير الشرقي. استنى انا مش هحنسكم، انا هفتح لكم العلبه عشان تشوفوها. بسم الله. بصوا بصوا الجمال، بصوا. ده الفطير الحلو، ده فطير بالسكر، تمام. انا عملته في البيت وعايزه اقول لكم ما فيهوش ولا نقطه سمنه ولا نقطه زبده، معمول بالزيت يا بنات. وطريقته هنزلها لكم ان شاء الله في القناه باذن الله. خطير واقتصادي. ده العلبه دي ربع كيلو من الدقيق يا بنات، ماشي؟ ربع كيلو من الدقيق بكام؟ ب4 جنيه ونص، وشويه ميه وشكرا. فردنا العجينه وحشيناها سكر وجوز الهند من جوه، ولو عندك مكسرات خير وبركه، وسويناها في الفرن وطلعناها، ورشنا من فوق رشه من السكر البودره، وخلاص على كده. بس وانتي بتفردي العجينه على السطح بتاعك او على مثلا الرخامه او على السفره، لازم تحطي كميه حلوه من الزيت على السطح بتاعك عشان العجينه تروح وتيجي معاكي وتبقى سلسه معاكي. عملنا احلى فطير. بصوا الجمال، ما شاء الله، تحفه وخطير. انا اصلا الفطير ده واخداه هديه لواحده صاحبتي عشان نفسها في الفطير الشرقي قوي قوي. عملت لها واحده بالسكر، تمام، مش هتتقفل يا بنات، والتانية عملتها لها بالجبنه الرومي. طبعا انا بجيب من هايبر القدس الجبنه الرومي المبشوره اللي هي الكيلو ب100 جنيه. والله ما كلف، يعني انا كنت جايبه ب20 جنيه، استخدمت نص الكيس، يعني استخدمت ب10 جنيه جبنه رومي. عملنا الفطير الشرقي الخطير ده. ده بقى الفطير الحادق. بصوا الجمال، بصوا نفس العجينه هي بس الفرق ان بدل ما احشيها سكر حشيتها جبنه رومي وطبقتها زي الجيب كده، ورشيت من على الوش كده اللهم صل على النبي سمسم وحبه البركه، ودخلتها الفرن وقطعتها. بس ايه رايكم؟ جميله قوي قوي قوي، تحفه.
عايزه اقول لكم الفطيرتين والله يا بنات ما كلفونيش اكتر من 18 جنيه بس. 18 جنيه هتعشي اولادك، تفطريهم، ممكن تاخديهم هديه لواحده صاحبتك اهو. بصوا الجمال، هديه لواحده صاحبتك. وكمان عملت كركديه، عملته الحمد لله بعمله حلو قوي قوي. هاخد معايا ازازه كبيره كده اللي هي اللترين دي كركديه، ونقعد انا وهي بقى وناخد الولاد بقى ونسهر انا وهي والولاد ونتعشى احلى عشوه خفيفه انا وهي. طبعا هنحط جنبيهم بقى شويه حاجات، ممكن نحط مثلا اجبان، سندوتشات كده خفيفه جنب الفطير الشرقي ده، ممكن ناكله كده. بصوا مش هتفرق، اللمه بتاكل وبتشبع وبيبقى فيها بركه. هي دي بقى فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. والناس اللي ما كانتش قادره ان هي تطبق الفطير المشلتت عشان مش متوفر عندها سمنه، لا انتي مالكيش حجه، اهو بالزيت اهو، واحلى فطير هتاكلي له ولادك، واقتصادي وتحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم الصينيه كانت كبيره، انا خدت جزء من الصينيه عشان تبقوا عارفين، الباقي انا والولاد اتسلينا عليه بصراحه ما قدرناش. ماشي، فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه صغيره. لو عندك اي حاجه اتبقت منك من رمضان وعايزه تحوليها لوصفه ومش عارفه تعملي ايه، اكتبي لي في الكومنتس. ده لحبيبتي وروح قلبي اللي طلبت مني وصفات بالبتنجان، وكان عندها تمر متبقي منها من رمضان ومش عارفه تعمل بيه ايه، وكان كميه كبيره. حبيبه قلبي اديتك كام وصفه كده حلوين، وزودت لك عليهم الجبنه الرومي والفطير الشرقي عشان تعشي ولادك عشوه حلوه وتهدي اصحابك. ويلا اشوفكم على خير في فيديوهات حلوه كتير. مع السلامه، باي باي.